بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله أشرف المرسلين. كما راكم تلاحظوا اليوم راني نبين لكم في واحد الحلوى لذيذة وتقليدية وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم أطفالنا وأبنائنا وأعز الناس لنا. هذه الحلوى هي حلوى تقليدية تعرفوها كامل، وهي رفيس التونسي ولا رفيس الدقيق المحمص، ولكن الحصري والجديد هو أنها فيها مكونات طبيعية. دقيق سميد بدلته بدقيق القمح، وفيه بذور الشيا، ججلان إلى غير ذلك، وزبدة البقر. كما راكم تلاحظوا الطريقة سهلة في تحضير هذه الحلوى. ونأتي بإناء عميق، نضع الغرس ولا نسموه التمر المعجون ولا التمر المرحي ولا كما تبغيو، كما كل ولاية كيفاش راهي تسمي فيه. نضعه في الإناء العميق، يعني هي الكمية اللي نضعوها تقريبا كيلو تمر مرحي ولا الغرس. نقوم بتفتيته في الإناء بهذه الطريقة. كما راكم تلاحظوا، يعني واش حنقول لكم، هذه الحلوى راهي لذيذه جدا. اما بالنسبه لزبده البقر هي ما يقارب 120 غرام. هي الطريقه انا اللي نتبعها عندما تكون عندي كميه زبده البقر كبيره، يعني كميه كبيره، هو اني نقيسها بملعقه الطعام. ما يقارب كل ملعقه طعام بزبده، قطعه زبده، ما يقارب 30 غرام. نضع هذه الزبدة، يعني ما تكونش مجمدة، يعني صلبة من الثلاجة، تكون معتدلة درجة الحرارة باش نقدروا نعجنوها مع الغرس. نضيف في هذه الخلطة 3 ملاعق من زيت الزيتون. وعلى بالكم من فوائد تاع زيت الزيتون اللي هي بديل زيت المائدة. يعني الحلوى هذه حلوة أجدادنا، ولكن الجديد فيها هو أنه كل المكونات طبيعية. نضيف رشة الملح الصخري اللي هي بديل ملح الطعام اللي يتباع في الأسواق. راح نعطيكم واحد المعلومة، يعني راهي متداولة بين الناس، وهي أنه الملح الطعام راهم يخلطوا فيه الزجاج ويرحيوه مع الملح، يعني هذا شيء مضر جدا بصحتنا. على هذيك الناس كل راهي مرضى في الآونة الأخيرة بالضغط الدموي إلى غير ذلك. راكم تلاحظوا باللي هنا أضفت ملعقة ونصف كبيرة من بذور الشيا. الفوائد تاعها لا تعد ولا تحصى، فهي غنية بالأوميغا 3 التي هي مفيدة لأبنائنا. وهنا نضيف كذلك الجلجلان عفوا، أو ما يسمى ببذور السمسم، ملعقتين صغيرتين من جلجلان. على بالكم بالفوائد نتاع الجلجلان، فهي غنية بالكالسيوم. هنا كما راكم تلاحظوا هذا دقيق القمح الكامل المحمص. قمت بتحميصه في المقلاة على نار متوسطة مع التحريك المستمر. كما راكم تلاحظوا دقيق القمح الكامل بعد ما حمصته بالطبع راح يكون ساخن. نضعه على المكونات السابقة، يعني عندكم ميزانكم كمية، المهم تلوحوا في المكونات السابقة وتقوموا بالعجن. إذا شفتوها باللي خاصة دقيق زيدوا لها. نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض مع الضغط عليها، يعني باش نقدروا ندمجوا هذه المكونات مع بعضها البعض بملعقة خشبية، الأحسن ملعقة خشبية. نخلط المكونات جيدا جيدا. يعني كتلاحظوا بلي راهي الحلوى راهي سهلة باش تحضروها، خاصة في الايامات هذه كان المولد. كل المكونات الموجودة فيها فهي صحية ومفيدة جدا أبنائنا. بعد ما تشوفوه باللي بردت شوية، يعني أصبحت درجة الحرارة نتاعها معتدلة، نقدر نعجن بيديا.
يعني راكم تشوفوا بلي مازالت ساخنه، يعني راني نخلط بالملعقه باش نخرج تلك الحراره من الدقيق. كما راكم تلاحظوا بعد تفتيتها بعد ما تبرد شويه تعود تولي لدرجه الحراره نتاعها معتدله، نقوموا بالعجن والدلك باليد. اذا لاحظتوا باللي راهي طغى معجون التمر ولا الغرس على الدقيق، نزيدوا نضيفوا دقيق القمح. واذا كان شتوها باللي طاغي الدقيق على معجون التمر، زيدوا كميه من التمر، ولكن يعني انا نحسب الكميه اللي درتها الحمد لله جا متوازن. نقوم بالعجن الجيد. يعني الاكله هذه تقليديه 100%. كما راكم تلاحظوا هنا الدقيق شوي جاني طاغي الدقيق على معجون التمر، اضفت قليل من معجون التمر او الغرس. هنا كما تلاحظوا بلي اضفت لها قليل من زيت الزيتون. ويعني انا الاكله هذه نحبها كل ما تكون ميدمه بالدهان وزيت الزيتون، رائعه المذاق. والله يا خاوتي لازم يكون عندكم وعي الفكر الصحي، يعني لازم تحاولوا انكم تحاربوا انكم ما تشريوش المواد اللي مضره بالصحه، راح تضروا ابنائكم وتضروا العائله تاعكم. حاولوا يا امهات انكم تغيروا النمط الغذائي تاعكم في المنزل تاعكم باش ينفع وليداتكم. ما تخليوش هذه المواد اللي تباع في الاسواق تدخل للمنزل تاعكم. حاولوا باي طريقه انكم تتخلصوا منها. وكما قلت لكم اساس هذه القناه هو انكم تتعلموا المواد الاوليه اللي هي سكر التمر، عسل التمر، ماء التمر، وكذلك تستعملوا زيت الزيتون، زبده البقر. وكذلك ان شاء الله في الفيديوهات المقبله ان شاء الله راح نعترف بطريقه كيفاش تصنعوا الشحمه، يعني تذوبوها وتقضيو على الرائحه تاعها باش تستعملوها في المطبخ تاعكم للطهي. وكذلك الملح تبدلوه بملح الصخري لان الملح الطعام مضر كذلك بالصحه. التوابل حاولوا انكم تجيبوا التوابل أولية، يعني تكون صلبة وطحنوها في المنزل تاعكم من الأحسن باش تتفاداو التوابل اللي تباع مطحونة راهم يضيفوا لها مكونات غير صحية. المهم القناة تاعي هذه راهي هدية لكم، يعني نتوما راكم لقيتوها جاهزة راهي في طبق من ذهب. يعني راكم تلاحظوا فيا تلاحظوا لهنا راني أضفت ماء الزهر بعد ما عجنت مليح الخليط، أضفت له ماء الزهر. يعني النكهة تاع ماء الزهر في الرفيس التونسي تعطينا واحد المذاق رائع. انا نحب ماء الزهر في كل الاطباق تاعي، يعني نحب النكهه نتاعو الذوق تاعو. هنا راكم تلاحظوا باللي الخليط اصبح قادر للعجن، يعني نقدروا نشكلوه. راني هنا حضرت قالب، وبهذا القالب يعني نتوما احرار في طريقه تزيين هذا الطبق وهذا الحلوى. انا استعملت هنا قالب باش نصنع هذا الحلوى بهذا القالب. يعني لاحظوا هذا الشكل جميل جدا وفيه الجلجلان، يعني زاد واحد المنظر ما شاء الله. في بذور الشيا، زيت الزيتون، زبدة البقر، الملح الصخري، كل هذه المكونات طبيعية 100%. وقناتي راهي حصرية والمكونات نتاعها راهي في متناول الجميع، خاصة في الجزائر. المكونات هذه كامل راهي في الأسواق موجودة. روحوا خاصة لسوبيرات الكبار، يعني محلات المواد الغذائية الكبرى، يعني راح تلقاو كامل المكونات هذه تباع. والله يا خوتي واش راح نقول لكم، تهلاو في صحتكم، تهلاو في اعز الناس لكم، خاصه ابنائكم في ولادات اكبادكم. يعني كما نقولوا حنا الامهات نحبوا ديما نمدوا كل ما هو صحي وكل ما هو مفيد لابنائنا. يعني يا امي الفاضله اذا كان وصلك هذا الوعي توقفي وانقطعي تماما عن المواد اللي تباع في الاسواق لانها للاسف مضره بالصحه.
وغيري التفكير تاعك باش تحمي عائلتك. كما راك تلاحظوا الطبق جاهز ولذيذ جدا، مع تحضريه مع التاي الأحمر المحلى بعسل تمر في وقت العشية، يعني في قهوة العشية كما نقولوا هنا. والله روعة روعة روعة. وحتى كي طيبيه لأبنائك تكوني ما ينبكش ضميرك أنك تحضري لهم في أشياء غير صحية، بالعكس تزيد لهم في صحتهم. كما راكم تلاحظوها التاي الأحمر. طريقة تحضير التاي الأحمر راهو في ادخلوا القناة حوسوا على طريقة تحضير التاي الأحمر المحلى بعسل التمر مع هذا الحلوى. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في صحتكم، تهلاو في أعز الناس ليكم. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. في أمان الله.